السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اضرافك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه فوتوفاي اي اي. التطبيق ده مساحته 43 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالصور وتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت لو عايز تصور صور، عايز تعدل في الصور، عايز تخلي الصورة بتاعتك في مكان تاني غير المكان اللي انت فيه، عايز تخلي الصورة بتاعتك في زمن تاني غير الزمن اللي انت فيه، عايز تخلي الصورة بتاعتك تغير فيها الخلفية، تغير فيها تسريحة الشعر، تغير فيها المناظر اللي بتكون وراك، آه، تحط تلبس نفسك لبس معين، تعمل شعرك بشكل معين، تغير لون عينيك، تغير اللبس اللي انت لابسه. اي حاجة عايز تعملها تقدر تعملها بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يقدر كمان يخليك ان انت تتصور كأنك على يخت، كأنك في طيارة خاصة، كأنك على شاطئ، كأنك وسط زرع، كأنك في العصور الوسطى في الزمن القديم، كأنك في غابة وسط أشجار وسط حيوانات، كأنك في الفضاء. اي حاجة انت عايزها تقدر ان انت تلاقيها على التطبيق ده، وتقدر انت تغير في الصور بتاعتك زي ما انت عايز، وتقدر ان انت تحط الصور بتاعتك دي على مواقع التواصل الاجتماعي، كأنك مثلا سافرت بالطيارة خاصة، او كأنك مثلا سافرت وسط البحر، او كأنك كنت في وسط البحر وسط الحيتان وسط القروش والكلام ده كله. تقدر كل الحاجات دي تعملها بكل سهولة وانت في مكانك من خلال التطبيق السهل البسيط ده. مشكلة التطبيق ده ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. عشان تقدر تستمتع بالمميزات بتاعة التطبيق ده لازم تكون مشترك، ولازم تكون دافع الاشتراك بتاع التطبيق علشان تقدر تستمتع بكل المميزات. كمان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه. اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولا في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. اما لو الكلام ده بنقوله علشان بعض الناس اللي بتخش على القناه وتشاهد فيديوهات موجوده على القناه بقالها فتره طويله، بقالها سنه اكتر من سنه، وتلاقي فيها حاجات مختلفه تقول لك انتوا ليه مش شايلين كل الحاجات الايجابيه، ليه مش شايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانش الحاجات دي موجوده. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر، تلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها عن التطبيق هي اللي موجوده في الفيديو بالظبط. عشان كده دايما بنأكد وبنقول لو حد لقى حاجه مختلفه بعد ما يحمل التطبيق يكتبها في التعليقات كمساعده ومساعده منه لاي شخص تاني حابب انه يحمل التطبيق ويتعامل عليه. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت الفيديو موجود بقاله فتره طويله وخايف ان انت تحمله ولا يكون في حاجات مختلفه، ممكن تكتب لي في تعليقات الفيديو او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسمه راجع برامج، وتقول لي اشرح لي التطبيق تاني وانا انزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.